اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحب صاحب المقنعة ازاي بست فود. تعالوا بقى، معاكي 350 جنيه هتملي بيتك بالخير. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تعالي بقى نشوف جبتي ايه. بصوا بقى، هي افكار للتوفير بسيطة وان شاء الله تعجبكم. انا جبت عندي كرتونة من البيت لا غنى عنها. الكرتونة عاملة بسم الله الرحمن الرحيم 132 135 تقريبا، 135 او 132. تمام، فزي الفل، ما بستغناش عنها. عايزه اقولك ان انا بعمل بيها كل حاجه. يعني لو مش هتعملي فراخ النهارده مش ضروري تسلقي بيض جنب بقى، مثلا تعملي كشري اصفر، تسلقي تطش كده بيضتين مع معلقه سمنه بلدي، او تحطي معاهم حته جبنه كمان، بتبقى خطيره باي حاجه. البيض ده داخل في اي حاجه، تعملي شكشوكه، تعملي عجه، تعملي كيكه. بصي، لا غنى عن البيض. تمام. جبت بقى ب20 جنيه كريم شانتيه عشان خام، علشان قلت لو هنعمل ايس كريم او ايه ندلع ونعمل لهم اي حاجه كده. وجبت كمان عندي لسان عصفور، انا جبت حوالي ب10 جنيه. تمام. وجبت كمان كيس سكر، ده عامل 35. تمام كده. وجبت بقى، بص بقى، الحاجات اللي تنفع في التلاجة وفي نفس الوقت احنا في الصيف الحر الولاد مبقوش طايقين اصلا الطبيخ والكلام ده كله. جبت ب20 عسل اسود، وبنصحك تجيبي من السرجة. السرجة ده بيبقى محل بيبيع الحاجات دي بس سايبة. عايزه اقولك ان العسل بتاعهم بيبقى تقيل ما شاء الله اللهم بارك، وبيقعد معايا فتره حلوه. تمام، ولا بيسكر كده ولا اي حاجه. برطمان وباب التلاجة وزي الفل. اوريكم حتى البرطمان اللي خلص عندي فاضل فيه اخر معلقه. وجبت ب20 طحينه. تمام. الطحينه دي ما بين 100 ل130. تمام. وفي اماكن بتبيع الطحينه ب180، بس الراجل اللي انا جايبه من عنده ده، انا بقولكوا على حاجات اقتصاديه، فجايباها في حدود 130. تمام كده. جبت ب20 جنيه. ممكن كمان نزودها زي ما عملناها قبل كده، رغيف عيش ابيض. تمام، وتبليه وتعصريه كويس جدا وتحطيه معاه يتضرب معاها، وهيزود الكميه زي المحلات بتاعه الحاتي والكلام ده. وجبت بقى، انا عايزه اقولك ان هو غالي جدا، انا جايبه برضه ب10، بس هو تقريبا عامل 55 جنيه. انما التاني العدس التاني كنت جايباه عامل تقريبا 40 او 45. وجبت بقى برضو ب20 جنيه جبنة قديمة. تمام. هو يعني المفروض ان هي القطعة دي بس، وحتة صغنطوطة كده، بس انا بقول ان الجبنة القديمة موجودة في البيت. تمام، يعني بتسد معاكي. انت طلعتي معلقة من الجبنة القديمة، قطعتي طماطمايه فلفلايه مع معلقة طحينة، بتبقى زي الفل. العسل نفس الكلام، اللي عايز ياكله كده ياكله. تمام، يعني كأنه حاجة مسكرة بدل حلوان مربى. وهنعمل لهم مربى برضو ان شاء الله، انزل لكم فيديو بمربى قريب. ممكن العسل يتاكل كده، او عسل بطحينه بيلكم. عايزه اقولك عسل بطحينه ده يعني بجد اهالينا كانوا بيدونا التمام. تمام. والعدس طبعا الاصفر نعمل بيه بقى كشري. طبعا في الصيف ما بنقدرش نعمل اللي هو العدس الشوربه، فبنعمل بيه كشري مع شويه رز يا جماعه. احط كوبايه مع كوبايتين من الرز وبيض مسلوق. تمام. وعايز تعمل له طشه اعملي، عايزه تعملي سلطه بس محمره زي الفل. جبت المكرونه، انا سمعت ان هي يعني العدس لسان عصفور انا جايباه ب20. تمام. انما المكرونه قال لي ب25، مش عارفه ليه، مع ان انا سمعت ان هي بقت ب20. فانا جبت ب20 برضو، وجبت ب20 من دي عشان لو عايز تعملي كشري، لو عايز تعملي بقى نجرسكو بالمكرونه دي اللي انت عايزاه. وجبت الدقيق بقى ب20 جنيه، ده انا جايبه سايب، نعمل بيه برضو شويه معجنات. ودي برضو الدقه انا حبيت ان انا اوريها لكم. شويه فلفل رومي بدل ما يبوظ، هو دلوقتي رخيص في السوق. هاتي الفلفل الرومي دبري وظبطي، احمر اخضر البلدي بتاعنا ده، ومعاه كام قرن من الحامي. تمام، فلفل رومي معاه كام قرن من الحامي، وهيبقى معايا زي الفل. وكمان حطيت له توم، وحطيت له كمون وملح، اللهم صل على النبي. وحطيت له خل وليمون، خل وليمون وكمون وملح، وكمان عندي الفلفل وتوم. بصوا بقى الجمال، والحمد لله التليفون نور اخيرا. خلاص، تعالوا بقى للبطل بتاعنا. عايزه اقول لكم ان انا دخت عشان الاقيها، بقالي فتره مش لاقيها. انا ما جبتهاش كتير، بس من ساعه ما رجلي بقت توجعني فبقيت اجيبها. تمام. الماسوره دي عامله 20 جنيه. تمام. وهنعملها في فيديو جميل جدا مع بعض. اتمنى ان انتوا تلاقوا في الفيديو فكره حلوه وتستفيدوا.
ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معكم الحفصة من قناة زابستود، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.